النهارده هعمل معاكم احلى حاجه في العجائن هو الشريك في ناس كتير ما بتعرفش تعمله. بس يا ريت قبل ما نبتدي يا ريت سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل الجديد مني، واللايك والشير. هنجيب المقادير اللي نقول المقادير: نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره مع بيضه. اوكي. في كتير بيشتكوا منه، بيقولوا بيتكتم مننا، بينشف مننا، بيطلع مكتوم جدا. الطريقه دي سهله جدا وفي نفس الوقت ناجحه مليون المية. هنحط بيضه وهنقلب كل المقادير سايلة مع بعض بالطريقة دي، وهنحطه الفانيليا ومعلقة خل. نقلب كده كويس بحيث انها يندمج كل المزيج مع بعض. ادي الفانيليا اتحطت وهنقلب برضو عشان تندمج مع الخليط. واخر حاجة هنحط معلقة خل. هنا هنحط ربع كوباية مية، هنزود على السوائل ربع كوباية مية. ليه؟ عشان الدقيق لما يتحط هنحط مقدار الدقيق نص كيلو. طبعا حسب نوع الدقيق، احتاج ميه هنحط، ما احتاجش خلاص. ادي معلقه الخل وهنقلب كل المقادير مع بعض. اخر حاجه هنحطها نص كيلو دقيق جميع الاغراض او المخبوزات، الاتنين سين. هنقلب كويس جدا وهنحطه معاها ربع معلقه ملح صغيره. هنا طبعا حاطه معلقه توابل، معلقه توابل تبقى معلقه، المعلقه دي بمقدار ربع معلقه الشاي، ربع معلقه. هنعجن كويس جدا، وانا عايزاها عجينة تلزق في الايد، انا مش عايزاها عجينة ناشفة او جامدة خالص، انا عايزاها طرية جدا وبتلزق في الايد. ليه تلزق في الايد؟ طول ما خدوها قاعدة كده، طول ما هي العجينة بتبقى طرية وبتلزق تضمني انها تطلع هشة وزي القطن من جوه. لو جبنت مش هتطلع هشة ومش هتطلع زي القطن ولا سفنجة، هتبقى مكتومة وناشفة. بص لازقة في ايدي ازاي، حتى مش قادرة انزلها من ايدي من الطراوه بتاعتها. هنكمل عجنها بقى ايه على الرخامه على مساحه واسعه عشان نقدر نعجنها كويس جدا، لان العجين بيحتاج خدمه. كل ما العجينه اتخدمت كل ما اعطتك نتيجه احسن. هنبتدي نعجن بالطريقه دي. هي بتلزق في ايدي دلوقتي، انما بعد شويه هتشوفوا تلاقوها مش بتلزق خالص. يعني انتوا اوياكوا تحطوا دقيق، بتلزق سيبوها تلزق مع الخدمه هتتظبط ومش هتلزق تاني. بس خليكم متابعين الفيديو للنهايه. هنجيب طبعا طبق صغير كده فيه نقطة مية عشان لو احتاجنا مش عارفين نعجن بإيدنا كويس وهي بتلزق كده، نجيب نعوز ايدينا شوية مية ونبتدي العجن، نكمل العجن. اهي المية اهي. هنبتدي بقى نحط نقطة صغيرة في طبق صغنن كده، يدوبك نبل بلة صغيرة لإيدينا. بصوا اهي، امسكوا وتعجنوا بنفس الطريقة لحد ما تنعم معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، كل ما نلاقي مش عارفين نشتغل نبل ايدينا مية ونبتدي نشتغل تاني. المية دي برضو بتخدم العجينة، لما نعمل ايدينا كده بنخدم العجينة برضو، واخدين بالكم؟ هنا سرعت الفيديو شوية صغيرة جدا عشان ايه نبتدي ايه نشتغل او ما ياخدش وقت مننا كتير. هنا بقى خلاص ابتديت ان انا افردها بالطريقة دي. وبعدين بص بنضغط عليها بكلوة ايدينا ازاي. هنحط معاها اخر حاجة بقى معلقتين زبدة في حرارة الغرفة، معلقتين زبدة في حرارة الغرفة. أنا زبدة نيوزيلندي، زبدة بقري، زبدة بلدي اللي عندك، بس ما تحطيش زبدة مهدرجة عشان تبقى ريحة العجينة حلوة، أو ريحة الشريك وانتي بتاكليه يبقى حلو. طبعا انتوا عارفين ان السمنة المهدرجة أو الزبدة المهدرجة مش صحية خالص يعني. هنكمل عجن لحد بقى مجرد ما حطينا الزبدة دي هتبتدي العجينة تنعم جدا معانا. اهي ما شاء الله ابتدت تتلم معانا وابتدت تنعم في ايدنا.
اهي. اهم حاجة يا جماعة خدمة العجين، اهم حاجة تقعدي كده حوالي ربع ساعة كده او يعني تلت ساعة تخدمي فيها. عندك مكنة عجان حطي فيها او ريحي ايدك، ما عندكيش يبقى بايدك. انا بجيب لكم الطريقتين، يعني انا عندي المكنة واشتغلت قدامكم بايدي عشان اللي ما عندهاش يشتغل بايده. بص ابتدت تلم ازاي، نعمت ازاي في ايدينا كده. احتاجت دقيق؟ ما احتاجتش دقيق خالص، ما شاء الله. بص ما بقتش تلزق خالص في ايدينا اهي، الله اكبر. هنجيب بقى في بولة وندهنها زيت ونحط فيها العجينة تختمر، نغطيها كده. وفي حاجتين للتخمير، يا اما تجيبي حلة فيها مية سخنة لو جو بارد وتحطي فيها البولة وتغطيها، وتحطي فيها البولة وتغطيها وتسيبها تختمر، يا اما تولعي الفرن 5 دقايق تدفيه وتقفليه وتحطي برضو البولة تختمر فيه. عندك حاجتين ممكن تختاري حاجة منهم، ده لو الجو بارد. انما لو الجو كويس يبقى نسيبها في حرارة المطبخ. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اهي اختمرت خلاص، حتى باينه في الخمره اهي، يعني هشه العجينه هشه. هنبتدي بقى نلفها زي الاسطوانه كده ونقطعها قطع متساويه. النص كيلو هيعمل حوالي 10 قطع، 10 قطع من الشريك. نبتدي نقطع قطع متساويه بحيث انها تبقى كل قطعه قد اختها. هنا بقى طبعا انا مقطعه في الفيديو عشان ما يطولش معاكم، بس مبينه الخطوات كلها، الخطوات واضحه قدامكم كلها. بعد ما كورناها نسيبها ترتاح شويه، نبتدي كل واحده ناخدها ونفردها بالنشابه ونحشيها زبيب ونلفها لفه الشريك العاديه. انا حاولت ان انا اختصر من الفيديو عشان ما يطولش معاكم وتملوا منه. انا بحاول على قد ما اقدر اختصر في فيديوهاتي، والله ما بزيدش عن 10 11 دقيقه بالكتير قوي، حسب قانون اليوتيوب بيقول الفيديو ما يعني بعد ال10 دقايق، يعني 10 دقايق وطالع، انما اقل من 10 دقايق لا. فنبتدي نلف الشريكة ونلفها كحكة اللي هي لفة الشريك العادية. في حاجة بقى كمان، انتي مش عايزة تستسهلي ومش عايزة تفردي وتحشي زبيب وانتي بتعجني، تقومي حاطة الزبيب وعجنيها مع العجين، يعني عجيني الزبيب مع العجين وتلف عادي الشريكة عادية من غير لا تفردي بالنشابة ولا تحشي. واخدين بالكم؟ عندك الحاجتين، ممكن تعملي زي ما انا عملت او ممكن تعملي اللي انا قلت عليه، تعجني الزبيب مع العجين، يعني تحطي الزبيب مع العجين. بصي هنا انا ابتدي ارص اهو في الصينيه. هجيب واحده تانية اعملها قدامكم برضو، افردها واحشيها بالزبيب والفها. اديني فردتها، هبتدي احشيها بالزبيب. انت ممكن تحشي زبيب، تحشيها سكر وقرفه، تحشيها كاستر، تحشيها اي حاجه انت حباها، انما انا شخصيا بنحبها بالزبيب فقط لا غير. وهو الشريك عبارة زبيب، بس في بقى الناس بيحبوا ينوعوا ويحشوا الحاجات اللي هم عايزينها. هنلف اللفة بتاعتنا وهنبتدي نبرمها، نلفها كده كويس بالزبيب، بعدين بنبرمها ونلفها كحكة عادية اللي هي كحكة الشريك. هنا خلاص برمناها، وهنبتدي نلفها عادي الكحكة وهنحطها في الصينية ونكمل كل المقدار بالطريقة دي. تعملي نص، تعملي كيلو، اللي انت عايزاه، بس تعملي الخطوات اللي انا قايله عليها في الفيديو، موضحه كل حاجه.
عشان الشريك يطلع منك ناجح 1000000%. نبتدي بقى نلفها وكده يبقى خلصنا لف الشريك، وهنسيبها تختمر بقى شوية، وهنحطها ندهنها بصفار البيض ونرش عليها سكر ونكمل خمرها. بصوا هنا بقى ندهنها بالبيض كلها بالبيض كده زي ما انتم شايفين. كده انا كملت دهنت كل المقدار اهو. عمل 10 قدامكم، النص كيلو عمل 10 وحدات ما شاء الله كلهم مقاس واحد. هنرش بقى شوية سكر على الوش، سكر خشن. السكر الخشن ده يعني العادة بتاعة الشريك، لازم ترش عليه سكر وفي نفس الوقت بيدي طعم ولون الاتنين مع بعض. كده خلصنا رش السكر، هنسيبه بقى يكمل خمره حوالي ربع ساعة لنص ساعة، وهندخله اهو. بص اختمر بقى بالمنظر ده، وهندخله فرن على درجة 200 220، مش اقل من 200، لان لو العجائن اتحطت في اقل من 200 بتنشف، فالعجائن بتحتاج نار عالية. بصوا ما شاء الله بعد ما استوى، الله اكبر، بصوا لونه عامل ازاي وبصوا السكر باين ازاي، ما شاء الله. امسك لكم واحده دلوقتي واوريكم الطراوه بتاعتها عامله زي السفنج كده، زي السفنج، تحس انها بترد معاكي وانت بتضغطي عليها. بصوا اهي ما شاء الله، انجح طريقه للشريك هتعملوها وان شاء الله تطلع احلى شريك من ايدكم. وبالهنا والشفاء على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.